السلام عليكم المشاهدين، نتمنى تكونوا بخير على خير وما ناقصكم حتى خير. اليوم نهار جديد وفيديو جديد ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم غريبه كما كتشوفوا. العيد طال الابواب، وهاد غريبه تنظر راه تا بيت وتا طابله في اي دار ما غتخطاها. غندوز معكم المقادير. عندي هنايا جوج الزا. بالنسبه للالزا كتعطيها واحد المذاق اللي زوين، داكشي باش انا غنكتفي بجوج. عندي هنا خماره، عندي هنا 300 غرام ديال الزبده، عندي هنايا 4 البيضات، عندي هنا كاس ديال الزيت، كاس ديال الجلجلان، نص كاس ديال سنيده. ما بغيتش انا نديرها تكون حلوه بزاف، تعجبني ما تكونش حلوه بزاف. نتوما لكم الاختيار، اللي كتعجبو الحلاوه يقدر يكتفي بكاس كامل. وعندي انايا هنا كاس ديال الجلجلان كما كيبان لكم، خليته كما هو ما طحنته ما والو. وكله باش كتعجبو غريبه، كاين اللي كيديرها بالكاوكاو، كاين اللي كيديرها بالجلجلان يكون مطحون، ولا بالكاوكاو يكون مطحون. انا كتعجبني الصراحه بالجلجلان، كنخليه كما هوايا وقت نديرو بحال ما هكاك. وانتم لكم الاختيار، اي حاجه كتعجبوه دير باش كيكتافي. وغادي ندوزو نخدمو اول حاجه الزبده. غادي ندير معاها هاد جوج اربعات. الصراحه الزيتونه كتعطي واحد المذاق اللي زوين. وغادي نضيف هاد نص كاس ديال سنيده حتى هويا باش يتخدم ليا مع الزبده. وما ننساوش بغيصه ديال الملح. انا غادي نخدم الزبده هي اللي ولا على هذا الشكل هذا. وبالنسبه للزبده خاصها تكون حراره المطبخ، ما تكونش عجبوها من الثلاجه وتخدموا بها. صراحه انا حيدتها من البارح، حيدتها من الثلاجه. ضروري خاصها تكون بحال هكا شويه مطلوقه. مع تبارك الله بكره باقي الحال بارد. ضروري نخدموها على هاد الطريقه بحال هكا مزيان، حتى يتماسك لنا ديك السنيده كامله. بعد ما تماسكت ليا الزبده بحال ما هكايا مع داك نص كاس ديال السنيده اللي ضفت، انا غادي نضيف الزيت. كنبقى غاديه معاه بشويه بشويه حتى داك الكاس ديال الزيت كله كندخلو في الزبده. على هاد الطريقه تبقى غادي بحال هكا بشويه بشويه. ضروري داك الكاس ديال الزيت ما ينتجم لينا مع الزبده. على هاد الطريقه بحال هكايا كنبقاو نخدمو. بعد ما الزبده كما كتشوفوا ها هي ماسكات مع الزيت، انا غادي نضيف البيض. ونخدم ثاني بنفس الطريقه. البيض حتى هو يتماسك ليا مع الزبده والزيت بحال هكا. بحال هكا كتحركوا عليه بالكف بحال هكايا حتى كيتخدم لكم البيض مع الزبده ومع الزيت. وما بالنسبه للسكر راه دابا ما بقاش كتحسي دايره السكر. الصراحه راه شي واحد غريبه ماشي زوينه. راه هي المعتمده عندنا في اي عياد. ضروري ما كتكون حاضره في الطابله هي الاولى. بعد ما تخدم ليا البيض والزبده والزيت كما كتشوفوا، انا غنضيف هاد الكاس ديال الجلجلان. غنخلطو بحال هكا يتماسك مع الخليط. وما بقى لنا دروك الا ندوزو نضيفو الدقيق. بالنسبه للدقيق ارجع غربلته من قبل باش نتفادى دوك الحبيبات اللي كيكونوا فيه. ما غاديش نضيفو الدقيق خطره واحده، غنبقاو نضيفو بشويه بشويه. وحنا كنجمعوا الخليط ديالنا باش ما يجينا يابس بزاف، ما يجينا مرخوف بزاف. حنا كنجمعوا وكنزيدوا الدقيق الا خاصنا على هاد الطريقه بحال هكا. انا غادي ندوز نضيف الخميره. بالنسبه للخميره انا كنغربلها بحال هكايا،
كنتاكد باش ما يكونوا فيها لا حبيبات لا والو، حيت الا كانوا فيها شي حبيبات كتعودوا تعجنوها وكتبقى لكم في العجين. داكشي باش انا بالاحسن كنتفاداها نغربلها. كنبقاو غاديين على هاد الطريقه بحال ما هكايا، كنضيفو الدقيق بشويه بشويه وكنجمعو في العجين ديالنا اللي عاد تنشوفوه تماسك وعاد في العجينه في القياس ما جاريه وما قاصحه. كنبقى غاديه على هاد الطريقه بحال ما هكا. العجينه ديالتي كتبدا تجمع، كتبان ليا غير في الخدمه بدات تتماسك. كندير ليها بحال ما هكا بالكف ديالي، كنشوف واش باقي خاصها شي دقيق. صافي راه كافيه بحال ما هكا، حيت كيما قلت لكم ما خصها تكون مخفوفه بزاف، ما تكون يابسه بزاف باش تجينا غريبه ديالتنا مشقه وزوينه. غادي نكور وحيده ونشوف الشكل اللي طاف لي، راه هو هذا. نقول علاش كنقلب بحال ما هكا كتبان لكم ما بقات تتلصق ما والو. ما بقى لي درك الا ندوز نبدا ندير فيها كويرات صغيورات قد ونبدا نسطر في الطاوه. انا دابا غادي نبدا نشكل في الغريبه ديالي. جا الطاوه هي حطيتها حدايا، انا كنشكلها على هذا الشكل هذا بحال ما هكا كما كيبان لكم. كتعجبني شويه غريبه تكون كبيره ما تكونش صغيره بزاف بحال ما هكا. وانتم لكم الاختيار، تقدروا تكتفيو بالشكل اللي كتبغيو، تبغيوها تكون كبيره ولا صغيره حيت كل كيبغيها. بالنسبه للطاوه الاولى كما كيبان لكم هي جايه شكلتها على هذا الشكل هذا، جات كلها قد وكلها بحال ماشي وحده كبيره وحده صغيره. وغادي نبقى غادي على هذه الطريقه بحال ما هكا تنكمل العجين ديالي كامل ونرجع معكم فاش نطيبها ونكملها. نرجع معكم نشوفوا الشكل ديالها النهائي كيفاش جا. كما كتشوفوا غريبه تاعتي بعد ما كملتها بالطياب خرجتها من الفران جات على هذا الشكل هذا. ملي كتبغوا تعرفوا غريبه واش طالعه ملي كترموها في الفران كلها كتفكع. اذا راه خرجت لينا ديك الغريبه اللي بغينا، جات على هذا الشكل كما كتشوفوا. نقرب لكم الكاميرا، ها هي غريبه ديالتي تبارك الله جات كلها مفكعه وكلها زوينه. وهذا هو الفيديو ديال اليوم ديالي. وإلا عجبكم الفيديو تابعوني وديروا لي لايك. الى الفيديو القادم ان شاء الله.